حبيتي طبق سهل وبزاف بنين. هاد الطبق يوجد في رمشة عين فقط في 15 دقيقة، والبنة اللي حتحصلي عليها بزاف هايلة، مع روز يجي مزربع حبة على حبة وما يجيكش كامل معجن. نمر مباشرة لمشاهدة طريقة التحضير. للأمانة لتحضير هذا الطبق استعملت نوعية الرز نتاع بسمتي، درت كمية غير قليلة حسب أفراد العائلة. جبت فنجان صغير، عمرت هداك الفنجان مليح بالرز، بعد ذلك غسلته حوالي 3 مرات أو 4 مرات تحت العين حتى راح لي كامل هذا اللون الأبيض من الرز ولا الماء صافي. بعد ذلك خليته مدة 10 دقائق وهو في ذاك الماء الصافي، ثم صفيته وحطيته على جانب. نجيب كاسرولة نحط فيها قطعة صغيرة من الزبدة، معاها ملعقة كبيرة من الزيت. نحط هاد الكاسرولة على النار حتى تسخن هذيك الزبدة والزيت. بعد ذلك مباشرة نفرغ عليها الرز اللي كنت حطيته في صفاية وصفيته كامل من هذاك الماء، يعني هنا الرز راهو ناشف تماما. نفرغ الرز هنا، راح نبقى نقلي فيه حوالي دقيقتين، نبقى نحرك بالملعقة الخشبية، لأنه لهنا كي راح تقلوه راح يمد لكم بنة بزاف هايلة، يعني أحسن من اللي تفرغوه مباشرة وتفرغوا عليه الماء. حاولوا هنا تقليوه من دقيقة حتى لدقيقتين. بالنسبة للرز أنا ما نحبش نتبلو بزاف، يعني راح ندير له غير حاجة قليلة نتاع فلفل أسود، كمية قليلة، كذلك الملح والقليل من الكركم. وأيضا نبقى نقلي في هذا التوابل جيدا مع الرز. بعد ذلك راح نجيب الكمية نتاع الماء اللي يكون ماء ساخن ضعف الكمية نتاع الرز، ونخلي النار قوية. بعد ما يغلي مباشرة يرفد الغلية نقص للنار تماما، نغطيه ونخليه حتى يطيب. ماهوش راح يديلكم مدة طويلة، يعني حوالي 15 دقيقة راح يكون الرز هذا واجد وراح يجيكم مزربة على حبة. بعد ما تلقاوه تشرب ونشف من داك الماء كامل، نطفي عليه ونخلي الغطاء فوقه هكا باه يزيد يطيب أكثر بفعل هذاك البخار، يعني موش راح يجيكم كامل معجن ويجي طايب على حبة. بعد مرور 15 دقيقة كما راكم تشوفوا الرز ديالنا طاب جا ما شاء الله. نجيب الآن هاد البول نفرغ فيه الكمية تاع الرز، ونجيب الطبسي تاع التقديم ونحاول نقلب البول هكا باه يجي الشكل جميل. واللي ما حبش هذه الطريقة يقدر يقدمه عادي، يعني يحط الرز في الطبسي ويقدمه مع لي زيسكالوب. من جهة أخرى عندي لهنا كمية نتاع سكالوب اللي كنت اغسلته. نجيب مقلاة نحط فيها كمية من الزيت حوالي 3 ملاعق فقط، ملاعق اللي تكون كبيرة. نخلي داك الزيت يسخن مليح في المقلاة، بعد ذلك نحط لي زيسكالوب كامل. النار هنا لازم تكون قوية، لأنه إذا قليتوه والنار تكون ناقصة ولا متوسطة، يعني سكالوب راح يطلق كامل هذيك السوائل اللي فيه وراح يجيكم يابس وما يجيش بنين وطري. يعني هنا النار لازم تكون قوية. نقلي كامل السكالوب ونحيه نحطه على جهة. بعد ما قليت سكالوب كما راكم تشوفوا دا لون شباب حميمر، وكذلك جاء الطري وطايب. عندي كأس من الكريمة السائلة وسنينة نتاع توم اللي كنت سكرفشتها. إذا ما هيش متوفرة عندكم الكريمة السائلة تقدروا تعوضوها بكأس من اللبن ولا كأس
أو كأس من الحليب اللي تكونوا تخلطوا له فرماج طري ولا فرماج رابي. نجيب لهنا المقلة اللي كنت قليت فيها سكالوب، نحط فيها ديك السنينة تاع الثوم، نقليها على النار اللي تكون قليلة. بعد ما تتقلى نحط الدجاج ونضيف عليه كأس من الكريمة السائلة. بعد ما تغلي نحسب لها حوالي دقيقتين ونطفي عليها، يعني هنا خلوها غير تعقد شوية، طفيو عليها راح تجيكم بزاف بنينة. ضيفوا عليها كمية من المعدنوس وتقدموها مع الرز اللي كنا طيبناه، راح يجيكم طبق ولا أروع، بزاف بنين وكذلك سريع في التحضير وخفيف بزاف. نتمنى تجربوه وتخلوا لي تعليقاتكم في الأسفل، وإلى الفيديو القادم بإذن الله.